السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من البودكاستات ديالنا. اليوم غنهضروا على واحد القصة غريبة، قصة ديال البلاد اللي عندها أكبر احتياطي ديال النفط في العالم، ولكن حتى واحد ما بغى يحط فيها ريال، حتى واحد ما بغاش يستثمر فيها. كنهضروا على فنزويلا وترامب. معايا في يناير 2026 دونالد ترامب جمع الحيتان الكبار ديال البترول في ميريكان إكسون موبيل شيفرون. كان كيحلم يحطو 100 مليار دولار كاستثمارات في فنزويلا باش يوقفها على رجليها. ترامب داخل سخون، كيسحب ليه الشركات غتقول سمعا وطاعة، ولكن الصدمة كانت كبيرة. الشركات كاملة دارت ناقص وخرجت يدها ناشفة، حتى شركات ما بغات تتسني معاه. علاش هربوا مالين الشكارة؟ علاش هاد الشركات هربات؟ واش ما كاينش الربح؟ الجواب كان صريح، البنية التحتية ديال الطاقة في فنزويلا تعفنات وتكالت. الشركات قالوا لترامب بالحرف هاد البلاد البيئة ديالها القانونية ما كتحمسش، ولا دخلنا راه كنغامروا بفلوسنا في الخاوي. يعني الثقة ما كايناش، والتغيرات اللي كاينين تما ماشي حقيقية. القالب كله كاين في البترول الفنزويلي. دابا غنقول لكم علاش هذا البترول فيه الصداع. فنزويلا عندها 300 مليار برميل، ولكن الاغلبيه ديالها كاين في واحد البلاصه سميتها حزام اورينوكو. هذا البترول تما ماشي هو داك الذهب الاسود الصافي اللي كنعرفو، ماشي داك البترول اللي معروف، لا، هذا البترول ثقيل ولزيج داير بحال العسل، وفيه الكبريت بزاف. باش تخرجه وتصفيه خاصك تكنولوجيا غاليه بزاف ومصاريف النقل خياليه، وفي الاخر كيتباع بخصم واصل حتى $10 تحت الثمن العالمي. يعني الخدمه فيه كتيره والربح قليل بزاف. دابا ترامب لقى راسو واحل في نص ديال الطريق، لا هو قادر يرجع اللور ويمسح فنزويلا، ولا الشركات بغات تمشي معاه في المغامره. هاد الملف ديال فنزويلا طلع بحال شي لغم حط عليه ترامب رجليه وما عرفش كيفاش يحيدها بلا ما يتفرقع عليه الوضع الاقتصادي. في الاخر كيبان لي بلي الفلوس ما فيهاش العاطفه. ترامب كيشوفها سياسه، والشركات كتشوفها ارقام وربح وخساره. المستثمرين ما يمكنش يغامروا بفلوسهم هي هكاك.